مكلكعه ومش فاهمين معناها ايه، ولكن باختصار الامان الحيوي ده معناه انك بتقفل الباب في وش اي فيروسات جايه لك من بره المزرعه. طبعا كلنا عارفين ان اغلب الفيروسات بتنتشر او بتتناقل من مكان لمكان عن طريق بقى مثلا الهواء، الاتربه، البني ادمين، الملابس، الشوزات، ايا كان بتتنقل عن طريق ايه. طيب احنا عشان نقدر نأمن نفسنا من الفيروسات ديت لازم بيكون عندنا امان حيوي. يعني ايه امان حيوي؟ يعني نحافظ على المزرعه بتاعتنا والعنبر بتاعنا من الفيروسات. نحافظ عليه ازاي؟ نحافظ عليه باننا ما نبقاش قلبين العنبر بتاعنا زي المضيفه للي داخل واللي طالع واللي نازل، وجارك ده يقعد معاك شويه، وصاحبك ده يقعد معاك شويه، وابن عمك يقعد معاك شويه لا، مش كده خالص خالص خالص. يعني الفراخ البيضاء لازم تبقى بقدر الامكان مفيش حد يدخل ويطلع من عندها كتير. دي نقطة. النقطة التانية والأهم بقى إن أي حد داخل المزرعة لازم ولابد إنه يطهر نفسه بمطهر فيروسي آمن زي الفيركون اس مثلا. وعايزك برضو تكون حاطط في دماغك وتكون مرتب حالك ان يكون في جردل او برنيكه صغيره كده يكون فيها ميه بمطهر اس محطوطه جنب باب المزرعه على طول، عشان انت لو خرجت لاي سبب من الاسباب ودخلت تاني المزرعه تعقم رجلك فيها قبل ما تدخل، وتحاول بقدر الامكان يبقى عندك بخاخه برضو فيها مطهر اس زي مطهر او فيركون اس زي الناس اللي عامل او اي حد موجود في المزرعه يبدا يطهرك انت شخصيا قبل ما تدخل او بعد ما جيت من بره. يعني بلاش نستهين بالتفاصيل الصغيره ديت. ممكن تبقى دورتك ماشيه بشكل طبيعي وزي الفل وما عندكش اي مشاكل، وانت اللي تنقل الفيروس من اي مكان. ممكن حتى مناعه الفرخ تبقى عندك كويسه وتعدي الفيروس، بس هتتضر برضه منه. طب ليه؟ يبقى انت تختصر على نفسك كل ده. يعني عايزك تبقى فاهم ان الوقايه بربع جنيه والعلاج يمكن ب 3 4000 جنيه، وانت بايدك. يعني ده بايدك وده بايدك وكله يرجع لك. يعني شوف بقى انت بدماغك عايز تعمل ايه. عايز تضر نفسك؟ اهمل في الامن الحيوي والامان الحيوي. عايز تشتغل صح يبقى تركز في كل كبيره وصغيره وما تستهونش باي حاجه. ربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك استفسار سيبوا لنا في تعليق، وما تنساش اللايك والشير. اخوكم ابو نوح، سلام.